ولأنكم حبيتوا الجزء الأول فالمرة دي هاخدكم معايا في رحلة مع الأكل السوداني. بدأنا يومنا بكوباية شاي لبن مقنن معاه بسكوت كابتن ماجد الأشهر في السودان، أحلى حاجة تبدأ بيها الصباح. خلصنا في طريقنا عشان ناكل صادفنا حاجة هتفكر ناس كتير بذكريات الطفولة، هو آيس كريم دردمة بيتباع في كولمان وبيتعمل منه 4 نكهات، وأنا خدت المانجا. انطلقنا بعد كده على أولاد كتم للشيا والكبدة، ودي كانت تجربة أكتر من مجرد أكل. من أول ما تدخل والأجواء مختلفة تماما، والنظام بسيط، تطلب من الكاشير وتروح تختار لحمتك وتاخدها بنفسك للناس تتشوي. والست لما شافتني متحمس كده ادتني هدوء، وكانت خيال بجد. وقعدنا عشان ناكل والتجربة فعلا تستحق المشوار. وفي الأخير جربت مشروب غريب جدا واللي هو الغباشة، وده زبادي مضروب مع 7 اب في الخلاط. وبعد ما خلصنا الأكل قلنا ندلع نفسنا بحاجة مسكرة، وما لقيناش أحلى من الزلابية في محل جيب معاك. من أول ما دخلنا والناس رحبوا بينا وسمحوا لي أصور كل حاجة من وهي بتتحمر في الزيت لحد ما يترش عليها السكر وتتقدم. ولما دق يا سلام. وبعد يوم طويل جالنا اتصال من أسامة صاحبنا وعزمنا نجرب مشروبات فاكهتي، وده مش محل عصاير عادي، ده أسطورة في جبرة والرياض في السودان، وأخيرا بقى موجود في مصر. ولما جربت العصاير عرفت فعلا هو ليه مميز. وفي آخر اليوم كان لازم نختم بتعشية سودانية أصيلة، ورحنا لأشهر محل بوش. والأكلة دي عبارة عن فول وحمص وعيش مخلوطين سوا ومعاهم الصوصات الحارة والبهارات، وطلبنا معاها أقدم مشروب غازي سوداني وهو البيزانوس، كان بطعم التوت المنعش اللي يبرد على القلب. وبكده تكون خلصت رحلتي مع الأكل السوداني، واللي خلاني أكتشف إن السودان مش بس أكل، ده كرم وروح حقيقية. ولو في أكل لسه ما جربتهاش اكتبولي في التعليقات عشان الرحلة تكتمل.